بتاريخ 29/3/2026 ورد بلاغ إلى مديرية أمن صافيتا يفيد بتعرض شركة الهرم للحوالات المالية لعملية سطو مسلح داخل المدينة. وعلى الفور توجهت الوحدات الأمنية إلى المكان المذكور، حيث عثر على صاحب الشركة المواطن فادي أنطونيوس هلون مصابا بطلق ناري، كما تبين سرقة مبلغ ماله يقدر بأكثر من 10,000 دولار أمريكي. باشرت الوحدات الأمنية اتخاذ إجراءات ميدانية مكثفة لتعقب المتورطين، أسفرت عن تحديد هوياتهم ومكان تواجدهم. وعلى إثر ذلك تمت مداهمة الموقع وإلقاء القبض على أحدهم، وبتفتيش المنزل ضبط السلاح الحربي المستخدم في تنفيذ العملية، إضافة إلى كمية من الذخيرة. ولا تزال التحقيقات مستمرة لملاحقة شريك المقبوض عليه المتواري وتقديمه إلى العدالة. قمنا بتكتيك لعملية نشل السطو لهرم حوالات مالية. أخذنا السلاح وتلتمنا ونزلنا الباب، جعبت أنا وتجعب هو، تلتمنا ونزلنا بالسيارة. رجعنا على صافيتا، فوقت اللي وصلنا نزلت أنا من السيارة ونزل هو من السيارة، صفيناها بعيد عن المحل ونزلنا فتنا ورا بعض. هو فات أول شيء وأنا فت وراه. أول ما فتنا أنا قلت هاي، فات هو قلت هاي، مشيت مثل اللي قدام، رجعت قلت هاي، رجعت أنا لورا، سكرت الباب وحسن فات، خوصت طلقتين بالأرض أول ما فات، فانتبه عليه إنه شال كيس وحطه تحت الطاولة. عاد فحسن هون شاف الكيس انتبه له، فقوص طلقتين بالأرض وفات لجوا. أنا برا على الباب، يعني أنا ما بعرف شو عم يصير، بعرف إنه في صوت عياط جوا وفي صوت رصاص. كمش الكيس وطلعنا لبرا، طلعنا تاتولا طلع على الباب، طلعنا سوا رجعنا درجنا تحت عند السيارة، حطينا الأغراض، كنا مركض أكيد طبعا، حطينا الأغراض دغري، شلحنا التلتيم وكذا وهيك مشان الحواجز أو حدا ما يوقفنا ويحكي معنا. طبعا طلعنا عن طريقنا ما عليه حواجز اللي وصلنا على المدينة على طرطوس. نحن بصراحة جايين نبشرك إنه الحمد لله لقينا القبض على واحد يعني منهم، واعترف بجريمته. كبير ولا صغير؟ لا صغير. يعني هلا بسطنا، يعني اول شغله الحياه اول شغله شفنا مصابكم هو مصابنا. انا بكفي اني مسكتهم، مصاري بتروح بترجع بصافيتا او اهل صافيتا انه بحمايتنا يعني. الله يخليك. وعم نبذل اقصى ما بوسعنا لحتى نحمي كل الناس. ونؤكد لاهلنا باننا لن نتهاون مطلقا مع اي اعتداء على امنهم وسلامتهم، وسنتخذ اقصى الاجراءات القانونيه بحق كل من يثبت تورطه، انطلاقا من مسؤوليتنا في حمايه المجتمع وترسيخ الامن والاستقرار.